السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض العيش الشامي الجميل اللي احنا بنشتريه من بره بكيلو دقيق. هنعمل كمية كبيرة، هنعمل منه الكبير ومنه الصغير ومنه هنعمل الوسط، نعمل الحجم اللي انت عايزاه. تابع معايا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. هنعمل مع بعض العيش الشامي الجميل ده. معايا كيلو دقيق وبسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقتين خميرة، 2 3 و3 معالق سكر ورشة الملح. تمام بس كده. وانا هعجن بمية، هقلبهم كويس جدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا هحتاج زيت ولا اي مواد دهنية، بس كده. قلبتهم كويس جدا. هعجن بقى بالميه. هنزل الاول بكوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزله بالكوبايه الثانيه. تحتاج معايا ميه كمان. هنزل الكوبايه الثالثه كده تدريجا. نزلت بس بنصها. بعديها ولقيتها محتاجه ميه حطيت. تحتاج شويه ميه كمان. حطيت نص كوبايه، يبقى كده خد معايا 3 كوبايات من الميه. ممكن تعمليهم لبن او تحطي معلقه لبن بودره وتعجني عادي الميه زيي. ممكن تعجني الميه زي ما انا بعجن من غير اي لبن. مش هتحتاج تاني ميه. بس اعجنها كويس جدا. هي كده خلاص، ولا هتحتاج مني ميه ولا هتحتاج مني دقيق. عايزه بس ايه تتعجن كويس كده. ممكن تعجنيها اي حاجه في الطبق كده، ايه نرميها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اعملها على الرخام. احط بس رشه دقيق كده وانزل بالعجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الرخام بتاعتي كده. اي حاجه في الطبق هشيلها. اقعد بقى اعجن فيها كويس جدا على الرخام. عايزه تكملي العجن في الطبق كملي، بس انا بحب ايه اكمل عجنها على الرخامه. ببقى ايه متملكها اكتر عشان الطبق بيقعد يتحرك معايا. هقعد بقى اعجن فيها بالطريقه دي كده ولت فيها كده وارجع لكم. لحد ما تبقى العجينه ناعمه جدا، واوريها لكم. اول ما تبقى العجينه ناعمه معايا، هي مش محتاجه ولا ميه ولا محتاجه دقيق، ومبقتش ملزقه معايا قوي اهي. بوكسات كده
العجن في العجينه بيبقى حلو قوي، بيساعدك ايه صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. عجيني كده في العجينه ولميها، فرديها ولميها. انا هكمل عجن عشان ما اطولش معاكم الفيديو لحد ما الاقي العجينه نعمت معايا وارجع لكم. وكده قعدت اعجن في العجينه كويس جدا لحد ما نعمت كده ولمت نفسها اهي بالشكل ده. بقت عجينه عامله ازاي، تدي عرق كويس. نجيب طبق اللي عندنا فيه واروح حطها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. راح مغطياها بكيس وفوطه وادخلها الفرن تخمر لمده ساعه. ممكن ان انت عايزه الفرن تسخنيه قبلها وتدخليها لمده ساعه تخمر. انا هعمل كده عشان احنا الجو بقى ساقع شويه، فانا هسخن الفرن واروح مغطياها ومدخلها لمده ساعه ايه تخمر. غطيها بالكيس عادي تجيبيها كل مره بالطريقه دي كده. بالطريقه دي كده، وبروح ايه حاطه عليها الغطا ده بيبقى قد الحله بالظبط، وراح ايه مغطياها كمان بسيطه. ممكن استغنى عن الغطا خالص بس كده. انا قايده الفرن اول ما يسخن اروح طافيه عليه ومدخله ايه العجينه تخمر. مدخله بقى الفرن تخمر وارجع لكم. دلوقتي بقى طلعت العجينه من الفرن، سبتها بعد ما سبتها تخمر لمده ساعه. بسم الله ما شاء الله. ازاي كمان انا ايه كنت قايله لها الفرن يسخن شويه علشان خاطر ايه احنا في الشتاء وانا مستعجله عليها، عايزه ايه تخلص. يعني انا كنت بصيت عليها من نص ساعه كنت ايه برضه خمرت وكانت زي الفل وابدا فيها، بس قلت ايه اسيبها الساعه. مش العجين كله دلوقتي كان في الكيس. هنزل اطلع كل الهواء اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينه جميله خالص ما شاء الله. وخمرت كويس جدا. هحط بقى دقيق كده على الرخامه عشان انزل فيها العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هسيب حاجه في الطبق بس كده. هرش بقى ايه دقيق كده على الرخامه عشان ايه هكور العجينه دي جوه. العجينه اهي بعد ما طلعتها من الطبق بالشكل ده هدهن بقى ايديا كده دقيق، وانا حطيت على الرخامه دقيق تمام. وايه وهقطعها ايه الكوره حسب اللي انت الحجم اللي انت عايزاه. هدهن ايدي برضك دقيق عشان ايه العجينه ايه خمرت بزياده فملزقه شويه بس كده. واكورها بقى ايه الحجم الكرة، يعني الرغيف اللي انت عايزاه بتتحكمي بيه براحتك. فانت ايه بتعملي الحجم اللي انت عايزاه بالشكل ده. انا هعمل رغيف العيش كده بالشكل ده واحط على وشه كده دقيق عشان ما ينشفش، وارصهم جنب بعض واعمل واحده تانية كمان معاكم بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اكورها كويس جدا بالطريقه دي كده. انا عاملاه حجم كبير شويه، ممكن اصغره حسب ممكن اللي انت عايزاه. ممكن تصغريه براحتك، عايزه تكبريه براحتك. حجم الرغيف اللي انت عايزاه بتتحكمي بيه تمام. انا هكمل بقيه كميه العجينه وارجع لكم. بس كورت العجين كله وفردت كده هنا بقى دقيق كتير كده تمام بالشكل ده. هجيب اول واحده انا فرداها ورشيت دقيق كده زي ما انتم شايفين. لازم دقيق كتير عشان ما تلزقش، عشان كمان تعرفي تشيليها. احط كده النشابه كده وافرد
حسب ايه حجم الرغيف اللي انا عايزاه، واقعد كل شويه ايه اشيله واحط في الرغيف عشان ما يلزقش في ايه على الرخامه. بفردها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حجم الرغيف اللي انت عايزاه، الحجم ده حلو قوي كده. فبروح بقى ايه شايلاه كده وانفضه من اي دقيق فيه، واكون حاطه فوطه، بروح ايه حطاه فوق الفوطه يخمر شويه فوق الفوطه. حطيت كمان واحده اهو، وحطيت دقيق كتير بردك تحت العجينه عشان ايه اعرف اشيلها. حطيت العيش زي ما انتم شايفين كده على فوطه، وكنت مغطياه بس ايه كشفته عشان اوريه لكم. حطيت كميه اهي، دي بقت كميه العيش، وفي لسه تاني بس انا ايه هسويهم على النار دلوقتي. طاسه تيفال كده على النار، ممكن تسيبيهم يخمروا شويه، بس عشان انا مستعجله ما عنديش عيش فانا ايه سبتهم يخمروا حبه صغيرين. اول ما الطاسه ما سخنت هنزل بالرغيف بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. التسويه الرغيف بسم الله ما شاء الله بدأ يقب ازاي. الرغيف بدأ يقب ازاي ما شاء الله. كل ما تسيبيه بيخمر كل ما بيقبش بزياده اهو. بسم الله ما شاء الله. بقى الوش التاني كده بالراحه. سيبها في قلب خالص ازاي ما شاء الله اهو. اشيله بقى احط واحد تاني بالشكل ده ماشي اهو بس كده، واسيبه اول ما يتشمع اروح اقلبه على الوش التاني. استوى كده على الجنب التاني، فاقلبه بقى عشان ياخد وش من الجنب ده. اهو بدأ بسم الله ما شاء الله يقب ازاي. واحدة واحدة كده معايا عشان ايه يستوي كويس. بالطريقة دي كده. اقلبه بقى كده بالراحة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الرغيف عامل ازاي ما شاء الله، لذيذ خالص اهو بالشكل الجميل ده. كل ما بتسيبيه يخمر كل ما بيقب وبيستوي سوا كامل. انا كنت بس مستعجله في اول رغيف عشان العيال كانوا مستعجليني، فقلت بقى ايه اسيب بقى ده يخمر براحته كده. سبتهم هم 10 دقايق بس يخمر. بص قابل ازاي هو واللي قبليه ما شاء الله. اشيله بقى واجيب رغيف تاني. انا بقى اكمل كميه العيش كلها بالطريقه دي. اول ما يتشمع من تحت اروح قلبها على الوش التاني واخلص بقيه الكميه كلها وارجع لكم. كده خلاص سويت العيش كله اهو بالشكل ده. انا عامله كبير وعامله ايه وسط وعامله حاجات ايه صغيره كده شويه. هفتح معاكم كده رغيف بسم الله ما شاء الله عشان نشوفه مع بعض كده من جوه. بس العيش عامل ازاي ما شاء الله الله اكبر. بس مفتح ازاي شايفين العيش فتح ازاي. خدش معايا وقت، هو بس وقت التخمير وبعد كده خلاص ما بياخدش وقت معاكي. تفردي اهوت وبتعملي. انا عامله كبير ما شاء الله الله اكبر. شايفين عامل ازاي. انا عامله كبير وعامله صغير وعامله وسط. شايفين توقية العيش من جوه عامل ازاي. العيش اهو واتفرد معاكي اهو. بص عامل ازاي الرغيف. تقفلي كده بصي
مش يعجن تاني مع بعض. ويتفتح كمان من جوه ازاي اهو، الرغيف ما شاء الله الله اكبر، مفتوح ازاي من جوه اهو. تعملي سندوتشات، تعملي اللي انت عايزاه. وبكده احنا وصلنا معاكم لاخر الفيديو، وكانت معكم ايمان هلال. والنهارده عملنا العيش الشامي في البيت باسهل الطريقه وبعجينه سهله جدا، بشويه دقيق وشويه ميه تعملي الكميه اللي انت عايزاها. عايزه تعملي نص الكميه اعمليه، الدقيق بس دوت نضفيه كده. عايزه تعملي نص الكميه اعمليها والسوا جميل خالص ممتاز. عايزه تعملي نص كيلو، عايزه تعملي كيلو وتحطيه في الفريزر، مستنيه بس عليه اول ما يهدى كده ويبرد، اروح حطاه في اكياس في الفريزر. طلعي تسخنيه في الميكروويف او تحطيه في بره شويه بس هتلاقيه فك. وبكده يكون الفيديو خلص. وكانت معكم ايمان هلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.